هاي كوينز، ومرحبا بكم في فيديو جديد. وصفة عشاء اليوم هي حساء الفطر مع أجنحة الدجاج المقلية، عشاء سهل وسريع. ونبدأ على بركة الله بالحساء. عندنا حبة بصل مقطعة إلى قطع صغيرة، نضعها في مقلاة بها زيت ونقليها على النار. وبعدها عندي 300 جرام من الفطر، نقطعهم إلى شرائح ونضيفهم على البصل بعد ما يذبل، ونضيف لهم ملعقة صغيرة من الزبدة، رشة فلفل أسود وملح، ونرجعهم على النار حتى يتغير لون الفطر ويصبح حجمه أصغر. ثم نضيف كأس كبير من المرق الدجاج ونغطيها ونتركها على نار متوسطة لمدة ربع ساعة. ثم نضيف ملعقة من الجبن الطري ونصف كأس من الكريمة الطازجة، وبعدها نعيدها للنار لمدة دقيقتين. ثم نأخذ القليل من الفطر على جهة ونقوم بطحن الباقي. بعدها نرجع الفطر الذي نزعناه من قبل، وهكذا يكون الحساء جاهز عندنا. والآن ننتقل إلى وصفة أجنحة الدجاج المقلية. أولا نقوم بتنقية أجنحة الدجاج وغسلها جيدا، ثم نضعها في قدر به ماء ويطيبوا لمدة 20 دقيقة. ثم نضعهم على جنب حتى يبردوا، ونقطع كل جناح في المنتصف إلى جزئين. أما بالنسبة للماء اللي طاب فيه يمكن استعماله كمرق دجاج في أكلات أخرى مثل الحساء. وبعد ما قطعنا الكمية اللي عندنا، نأتي للمرحلة اللي متعودين عليها، واللي هي نغمسوا أجنحة الدجاج في الفرينة وبعدها البيض ثم الخبز المطحون. وبالنسبة للخبز المطحون أضفت له ملعقة كبيرة من الجلجلان أي السمسم والتوابل، واللي كنت درتهم للفرينة أيضا تلقاهم مكتوبين. ونكمل بهذه الطريقة حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي. وملاحظة دائما نستعمل طريقة الخبز المطحون مع المكونات سريعة الطهو مثل المأكولات البحرية أو شرائح صدر الدجاج الرقيقة، أو مع المكونات اللي طيبة مسبقا، لأن الخبز المطحون في ساعة يتحمر ويأخذ لون. أما طريقة التغميس في الفرينة ثم الماء تستعمل مع المكونات النيئة اللي تأخذ مدة أطول في الطهي. وأنا بعد ما وجدت الكمية اللي عندي نقليهم في الزيت مسخن مسبقا. أنا استعملتهم في الفريتوز على درجة 170 وما يأخذوش وقت، بسرعة يطيبوا، ونوضعهم على جنب. ونجي نحضر سلطة الخيار. عندي حبة خيار مقطعة، والتقطيع يبقى اختياري، تقدروا تقطعوهم أصغر من هاك. وواحدة جبن صومام، ملح وفلفل أسود وعصرة ليمون. نمزجوا كلش مع بعض وهاك تكون واجدة. وأما بالنسبة للبيض اللي بقالي من الدجاج، طيبته أومليت وقطعته شرائح. كما هيك نكونوا كملنا كامل التحضيرات وصار وقت التقديم. انا قدمتهم بطريقه سامبل وبسيطه، كل فرد وحقه كامل في الصحن واحد. وهذا كان الشكل النهائي، عشان بسيط سهل وسريع التحضير ومتنوع. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم الوصفه واستمتعتوا بالمشاهده. وتفكروا انكم تشتركوا في القناه باه يوصلكم كل جديد من وصفاتي، وتمتم في رفاهيه وسعاده. بسلامه.